السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة هيوات خديجة مرشد مع فيديو جديد ووصفة جديدة. نتمنى من الله دائما تكونوا في أحسن الأحوال. وصفتنا ديال اليوم غادي تكون عبارة عن كنافة بالمكسرات اللي كتجي مقرمشة ولذيذة. فعلا وصفه كتستحق تجربه وشي حاجه متميزه. وإلا عجبتكم الوصفه كالعاده ما تبخلوش عليا بتشجيعاتكم ولايكاتكم وحتى تعاليقكم المحفزه. واخا ديروا غير نقطه او تخليوا لي قليبات بالنسبه للتعاليق فضروريه اليوتيوب هكا كيحسبوا بحال تفاعل وكيحاول يوصل الفيديوهات ديالي للناس اللي مشتركين عندي. وكنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم وفرجه ممتعه. وغادي نبداو على بركه الله. اول حاجه غادي نبداو بها هما المكسرات، غادي نحمرهم. عندي الكاوكاو، غادي نبدا بالكاوكاو هو الاول لانه كياخذ واحد شويه ديال الوقت. غادي نضيف عليه تقريبا هكا واحد 2 معالق كبار ديال الزيت. غادي نحاول نلبسهم ليه كاملين، نلبسوا هكا بهذاك الزيت. غادي ندخلوا الفران اللي سخنته من قبل، النار عليه من الفوق ومن التحت، درجه حراره 160. ما تكونش النار مجهده سواء غازي او كهربائي، ما تكونش النار مجهده حتى كيتحمر لينا كيبان ليا داك اللون ديالو الذهب. عاد كنضيف عليه باقي المكسرات بالنسبه للوز او الكركاع، او الا حتى غديروا غير الكاوكاو بوحدو لكم الاختيار. المهم في مجموع المكسرات عندي 550 غرام. بالنسبه للكنافه فاستعملوا اي نوعيه. انا غير شاركت معكم هذه النوعيه هذه. الوزن ديالها هذه على حسب، يعني بعض المرات كتكون فيها 500 غرام، بعض المرات كتكون فيها 400 غرام. بالنسبه لهذه اللي استعملت انا ففيها 400 غرام. غادي ناخذها، غادي نطحنها، قسمتها على 2 كميات، غادي نطحنها. وداكشي اللي طحنته غادي نديرو في واحد الزلافه. صافي غادي نطحن الكميه الثانيه. كيف قلت لكم الكميه ديال الكنافه كتختلف في العلب، اما 400 او 500 غرام. ماشي مشكل، عندكم علبه فيها 500 غرام ديروها، عندكم علبه فيها 400 غرام ديروها، ولكن من الاحسن تكون فيها هكا 400 غرام. بصراحه انا خديت داكشي اللي لقيته في المحل اللي كيبيع هكا الكنافه. صافي بعد ما طحنتها كلها خديت واحد 3 المعالق كبارين هكا ديال الزبده وذوبتهم. غادي نحاول نلبسهم او نلبس هاد الكنافه هذه بهاد الزبده هذه. صافي غادي نحاول نلبسها مزيان بهاد الزبده. فبعد ما كنلبسها بالزبده مزيان غادي نضيف عليها 2 ديال الاكياس من السكر الفانيلا. صافي غادي نضيفهم. الا عندكم فانيلا بودره ضيفوها، ولكن ضيفوا مع واحد المعلقه صغيره هكا ديال السكر. الدور ديال السكر كيعطينا واحد التحميره زوينه لهاد الكنافه هذه. صافي غادي نلبسها مزيان بهاد الزبده. فبالنسبه للمول اللي استعملت انا ممكن تستعملوا مول دائري او مربع اللي كتفضلوا. بالنسبه لهذه المرحله هذه فالبنات ضروري ما ديروا واحد القطعه من ورق الزبده هكا، غير الوقت اللي تبغيو تزولوها من هذا الاطار هذا تجيكم ساهله. انا بصراحه غير نسيت ما درتهاش، درت دهنت الزبده، دهنت الزبده. المهم كنبسط ديك الكنافه على هذه الصفيحه اللي كتدخل الفرن. صافي غادي نبسط هذه الكنافه هذه وانا كنضغط بحال هكا. بالنسبه للطريقه ديال الطياب فهي ساهله. كندخلوها الفران مسخن من قبل على 160 150 درجه، النار من الفوق ومن التحت حتى كطيب لينا وكتحمر. عاد كنخرجوها، ما نجهدوش عليها النار لان الا جهدنا عليها النار غادي تحرق دغيا. فبعد ما كنخرجها من الفران وهي سخونه كنسقيها بالعسل. بالنسبه لكميه العسل كتبقى بين 2 معالق حتى 3 المعالق كبار على حسب الذوق. فضروري نسقيوها وهي سخونه هكا بواحد 3 المعالق كبارين ديال العسل او 4 على حسب الذوق. وبالنسبه للمكسرات فحتى هما خرجتهم من الفران ضروري يكونوا هكا سخانين. فكيف شفتوا الكاوكاو تحمر ومن بعد عاد طفت عليه اللوز والكركاع. بالنسبه للمكسرات فديروا اللي كتفضلوا، ديروا البيستاش، ديروا غير الكاوكاو بوحدو، فلكم الاختيار. ديروا اللوز، ديروا الكركاع. المهم مجموع المكسرات عندي 550 غرام. غادي ناخذهم هما سخانين، ضروري يكونوا هما سخان. غادي نديرهم هكا في واحد الزلافه وغادي نضيف عليهم ملعقه كبيره من الجليكوز وجوج معالق كبار ديال العسل، ومن بعد غادي نضيف الثالثه. فمجموع العسل عندي 3 المعالق كبار ديال العسل
وملعقه ديال الجليكوز. غادي نضيف عليهم هكا واحد الكيس من بودره الفانيلا. فبالفانيلا كيعطيها واحد المذاق رائع بالنسبه لهاد الكنافه هذه. صافي غادي نحاول ندمجهم مزيان وهما سخانين، ضروري البات ما يكونوا سخان باش هكا يذوب فيهم داك العسل والجليكوز. فكيف شفتوا ضفت ملعقه اخرى ديال العسل. صافي غادي نحاول ندمجهم مزيان. فبعد ما كيبانوا لي هاد المكسرات تلبسوا مزيان بداك الجليكوز والعسل، غادي نحاول نفرغهم فوق الكنافه وغادي نعاود ندخلهم للفران واحد 10 ديال الدقائق. نشعل النار من الفوق ومن التحت، ضروري من هاد العمليه هذه باش هكا يلتحموا لينا هاد المكسرات. المهم كنعاود ندخلهم بعد ما كنقاد هاد المكسرات هادو على الوجه ديال الكنافه، كنعاود ندخلهم للفران واحد 10 ديال الدقائق. ما نفوتوش 10 دقائق، حنا ما بغينا لا تحمر لا والو، غير يلتحموا لينا هاد المكسرات هادو ونعاودوا نخرجوهم. بالنسبه لهاد المكسرات هادو فهم الوقت اللي نكونوا نقادو فيهم فوق الكنافه غير بشويه باش ما تهزش لينا ديك الكنافه. المهم غير بالمعلقه هكا بشويه بشويه. صافي انا غير مزربه الفيديو، اما انا الخدمه خدمتها غير بشويه، غير باش ما يجيكمش الفيديو هكا طويل. كيف قلت لكم غير بشويه بشويه هكا نحاولوا بيدينا نقادو دوك المكسرات وهكا نبينوهم. صافي غادي نعاود ندخلها للفران وغادي نعاود الوقت اللي نخرجها من الفران نزيد نسقيها بواحد المعلقه حتى لجوج ديال العسل اللي كتبقى اختياريه. صافي ضروري من واحد المعلقه هكا او جوج ديال العسل. بالنسبه لواحد الحاجه بغيت نشير ليها بالنسبه للاخوات، الا داروا هكا الكنافه ونسيتو ما درتوش ديك القطعه ديال ورق الزبده، فساهل بزاف. الوقت اللي غادي تبغيو تقدموها غادي تشعلوا الفران حتى غتسخنوها غير من التحت حتى كتبان لكم داك المول اللي فيه يسخن. غادي تاخذوها وغادي تقلبوها فوق شي لوح خشبي هكا قريطه او طبق تقديم. غادي تخليوها ما تمسوهاش، غادي تضربوا غير هكا بواحد شويه داك المول باش تنزل غير بشويه، تخليوها حتى كتنزل على خاطرها. وديك الساعه كتعاودوا تقلبوها، كتحيدوا داك المول وكتعاودوا تقلبوها في طبق تقديم. فهي راه كتجي رائعه وكتجي مقرمشه، ما كتجيش قاصحه، كتجي لذيذه بصراحه، كتستحق تجربه وكاع اللي ذاقها عجباتو. وبالنسبه للتقديم فضروري ما تخليوها حتى كتبرد مزيان وكتشرب داك العسل. بصراحه انا خليتها باتت ليله كامله حتى تشربت داك العسل وبردات، كتجي رائعه فعلا، وصفه كتستحق تجربه. وإلا عجبتكم كالعاده ما تبخلوش عليا بتشجيعاتكم ولايكاتكم حتى تعليقكم المحفزه، وتبارطاجيو الفيديو مع الاحباب والاصدقاء. شكرا بزاف على حسن المشاهده، والى فيديو قادم باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.